فهاد كاس العالم ديال 2026 كاين احتمال ديال 38% انه توقع مفاجأة وان المنتخب اللي غادي يديه ما يكونش من المرشحين الكبار. هنا ملي كنهضروا على المرشحين الكبار كنهضروا على منتخبات بحال اسبانيا، بحال فرنسا، بحال لونجلتير، البرازيل، الارجنتين، المانيا، هولندا والبرتغال. طلبت من الذكاء الاصطناعي انه يدير لي المحاكاه ديال التورنوا ديال لا كوب دي موند 10000 مره، يعني في كل مره كيكون عندنا واحد السيناريو وكنشوفوا المباريات وحده بوحده من لا فاز دو جروب وانت غادي حتى الماتش ديال الفينال. هنا الذكاء الاصطناعي كيتبازا على الارقام والمعطيات ديال اوبتا سبور اللي هي من اكبر المصادر اللي كيجمعوا الداتا على الفوتبول، زائد لي كوت ولا لي بروبابيليتي ديال الشركات والمكاتب ديال المراهنات. في ليستوريك ديال لا كوب دي موند في 2002 شفنا المفاجاه مع كوريا الجنوبيه اللي تاهلوا للنصف النهائي وتقساو بصعوبه من طرف المانيا. في 2014 كانت المفاجاه مع كوستاريكا اللي تاهلت هي الاولى في المجموعه ديالها اللي كانت فيها الاوروغواي، لونجلتير والايطالي، واللي تقساو بصعوبه في الدور الربع من طرف هولندا. وفي 2022 كنا شفنا المنتخب المغربي كيتاهل نصف نهائي كاول منتخب افريقي في التاريخ ديال كاس العالم من بعد ما قصى اسبانيا والبرتغال. وفي هاد ثلاثه ديال الحالات الخبراء ديال التوقع توقعوا كل شيء الا هاد المفاجات هذه. وفي كاس العالم ديال 2026 روينه اخرى. علاش؟ لانه بكل بساطه الفورمه تبدلات، دزنا من 32 منتخب ل 48 وحتى العدد ديال المباريات تزاد بنسبه ديال اكثر من 60%، بحيث غادي ندوزو من 64 ماتش ل 104. وهنا حتى العنصر ديال المفاجاه غادي يتزاد بطبيعه الحال. داكشي علاش الذكاء الاصطناعي في هاد 10000 سيمولاسيون في سيناريو من كل ثلاثه ديال السيناريوهات كيتوقع ان البطل يكون منتخب غير مرشح. وحتى من المباريات الوديه اللي تلعبوا مؤخرا كيعطيونا اشارات انه تقدر توقع مفاجاه كبيره في هاد كاس العالم اللي جاي. بالنسبه للنتيجه ديال هاد لي سيمولاسيون ولا هاد المحاكاه كنلقاو في التوب 5 سبليون باحتمال ديال 17% انهم يربحوا، من وراها فرنسا باحتمال ديال 14%، من وراها لونجلتير 12%، من وراها البرازيل 10%، وفي المرتبه الخامسه عندنا الارجنتين بالنسبه ديال 9%. ولكن في هذا الفيديو ما جيناش باش نهضروا على التوب 5 ولا المرشحين الكبار اللي كيبقاو يدوروا كاس العالم غير بيناتهم، ولكن باش نهضروا على الاوتسايدرز ولا الاحصنه السوداء اللي عندهم حظوظ كبيره انهم يخلقوا عنصر المفاجاه في هذا كاس العالم. وما بين اهم هاد الاوتسايدرز اللي عندهم احتمال ديال ما بين 2 حتى 3% ديال انهم يربحوا كاس العالم كنلقاو الجابون اللي ديما كيقدموا مستويات كبيره في كاس العالم واللي في 6 ديال المباريات الوديه الاخيره ربحوهم كاملين. وهنا كنهضروا على منتخبات كبيره بحال البرازيل، بحال لونجلتير، بحال اسكتلندا وغانا. من بعد عندنا النرويج اللي غاب على كاس العالم من 1998، يعني 6 ديال النسخ متابعه واللي راجع بقوه في 2026. ابخي عندنا كولومبيا اللي بالنسبه ليا هو الاوتسايدر اللي عنده اسهل مجموعه بارابور للمنتخبات الاخرين. واخر منتخب هو المنتخب المغربي اللي ديجا مدربين كبار بحال انشيلوتي وديدي ديشان كيعتبروه مرشح قوي وماشي غير اوتسايدر. المنتخب اللي خلق المفاجاه في 2022 وبدل القوانين ديال اللعبه ديال كاس العالم بحيث انه خلى كاع المنتخبات كيف ما كان المستوى ديالها تحلم انها تمشي بعيد في كاس العالم. بالنسبه لك انت اللي كتفرج في هذا الفيديو، شكون اللي غيكون البطل ديال كاس العالم ديال 2026 وشكون اللي بالنسبه لك يقدر يكون الحصان الاسود ديال البطوله؟